قافلة الفنون أو كارفان. كارفان هي فكرة لمهرجان فني ثقافي مهم جدا بيقام كل سنة بقاله 5 سنين. بيكتسب أهميته من كذا حاجة. بيكتسب أهميته من إن هو بيكون نافذة، وزي ما بيقولوا كده مكان بنشوف فيه معارض وبنشوف فيه أنشطة فنية وثقافية مهمة، ولكن أهميته أو الأهمية الأكبر لهذا المهرجان وخصوصا السنة دي هو فكرة الجمع والتوحد بين الثقافات وبين الأديان، وخصوصا في مرحلة تاريخية مهمة جدا زي اللي بتحصل في مصر حاليا. واعتقد ان هي دي من اهم الملامح اللي بتميز هذا المهرجان اللي هنعرف عنه اكتر. ويا ريت كل ساده المشاهدين بعد الفقره ديت يتحمسوا وينزلوا لمقر المهرجان وهو في كنيسة سان جورج في المعادي علشان خاطر يعرفوا اكتر ويشوفوا اكتر كل الاعمال المعروضة، وكمان يشاركوا في الفعاليات من ضمنها ندوة لعلاء الاسواني وايضا كمان ندوة لعمرو واكد. خلينا اول نرحب بضيوفنا النهارده. برحب بكوميسار المهرجان والمعرض ايضا كوميسار معرض كرفان السيد الدكتور رضا عبد الرحمن. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. وكمان برحب بضيفه واحد المشاركات في المعرض. And I don't want to not to shorten your name. I want you to say your name fully. Okay, my name is Katrina Vrebalovic. 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 Because she told me عشان الاول قالت لي اقول كاترينا في وما اقولش كاترينا، بس I was like no, I will say your name completely. هقول اسمك كاملا. صباح الخير. اهلا Let me first start with our lady guests. عشان طبعا السيدات اولا ف ladies first. I would like to understand more about your participation in the caravan, and I want to know exactly how is it, because this is not your first time, it's actually your third time. Yes. Well, I have history with Egypt. I've been coming here for more than 30 years. I have a mother who's married to an Egyptian, and I love Egypt completely. So you're practically Egyptian. I'm practically Egyptian. The sad part is I don't speak enough Arabic, but I hope one day I will. Okay. Because I'm never here long enough to, because I live in Norway. Okay. But so you're a painter? I'm a painter, and I have been participating with exhibitions here in Egypt since I was 19. So I had my first exhibition at the Italian Cultural Center. Okay. And then I have Gallery Picasso that has been representing me these last years. Great. And the On Caravan has been going on for 5 years, and I've participated the last 3. Okay, let me just get this bit first translated. هي بتقول ان هي ما هياش غريبه على مصر. هي والدتها متزوجه من مصري، وكمان هي كانت بتشارك في معارض في مصر من وهي عندها 19 سنه. اول معرض شاركت فيه كان في المركز الثقافي الايطالي، ومن وقتها لحد دلوقتي وهي بتشارك في المعارض وفي كارفان او في قافله الفنون. ده مشاركتها الثالثه. كمان ودي اهم حاجه هو ان هي علاقتها بمصر علاقه ثقافيه مهمه وعلاقه وطيده، مع انها بتحاول تتكلم عربي، ما بتتكلمش عربي كتير، لكن هتحسن لغتها وتشتغل على لغتها العربيه. وهي بتكلمنا عن while talking about your work we actually will see a bit of your work in caravan. هنشوف مشاركات مليئه علشان خاطر برضه نبقى معاها اكتر. This is the beginning of the theme of this exhibition is the donkey. The donkey. Yeah. And the donkey is the symbol for peace, but it's also the symbol of our strife, our struggle. And I think that this year we're honoring the struggle that everyone goes through. And I feel that we're in a sense we're transforming the donkey to giving it really a beautiful honoring. And my donkey she's a goddess. Okay. She is Sophia. She's given birth to a new age, so her belly is golden. Okay. And her baby is a cosmic baby that brings the goddess Mat. Okay, let me just get this bit because it's a bit complicated. هي بتقول تيمة المعرض، يمكن دكتور رضا هيكلمنا اكتر عن تيمة المعرض السنة دي. كل سنة بيبقى فيه تيمة للمعرض. السنة دي التيمة هي الحمار المصري. ليه؟ لأن هو بيعبر عن حاجتين، بيعبر عن السلام وكمان بيعبر عن المعاناة اللي بنعدي فيها. وهي شايفة ان المرحلة اللي احنا فيها خصوصا يمكن في السنة اللي فاتت تحديدا هي مرحلة معاناة على كل المستويات. هي قالت ان الحمار اللي هي قررت ان هي تعمله هو حمار يعني زي ما بيقولوا كده في جزء من الايحاء او جزء من التاثر الخارجي. هو عنده هيولد او هي هتولد من رحم ذهبي. دي فكرتها او دي وجهه نظرها، من رحم ذهبي. وفي نفس الوقت طفلتها دي هتكون او الحمار الصغير هيكون حمار cosmic او زي ما بيقولوا كوني او فضائي. Let's just say it's what it's our connection to the universe. هو يعني ما هواش يعني حمار، هو شيء يعني متصل بالكون في رؤية فنية جدا يعني. Let me go to دكتور رضا. دكتور رضا عايز اعرف اكتر عن المعرض بشكل عام
غير بس تيمه المعرض، عايز اتكلم بقى بشكل عام اهميه كرفان السنه دي والتيمه واللي هي الطريق الى الامام. الحقيقه طبعا انا لاول مره ببقى كوميسير. الكوميسير بيبقى مسؤول عن التيمه او عن الفكره، بيبقى مسؤول عن دعوه الفنانين. بعد الثوره كان الدوره اللي فاتت ما لحقناش نعمل تغيير. السنه دي الحقيقه فكرنا ان الموضوع يبقى مغاير للي كان بيحصل. اللي كان بيحصل ان احنا كنا بنجيب لوحات للفنانين المقيمين، الاجانب المقيمين طبعا، عشان ما عندناش نفقات ان احنا نستضيف اجانب من بره الى جانب المصريين، ونعمل حوار بين الشرق والغرب. حلو. السنه دي قلنا هنعمل نفس الفكره، بس هنغير الموضوع ان احنا هندي كل فنان حمارين، واحد صغير واحد كبير، ونقول له حط رؤيتك على الحمارين دول. طبعا بعض الفنانين الكبار قلقوا من البروجكت، ما حبوش يشاركوا، بعضهم اعتذر، لكن مع يعني اعتقد الفنانين الشباب كانوا هم ليهم السيطره الاكبر. يمكن كاترينا كانت واحده من افضل الفنانين الاجانب اللي عالجوا الموضوع برؤيه فلسفيه يعني. فلسفه الموضوع بالنسبه لي انا شخصيا واختيار التيمه كانت مقربه قوي من المفهوم اللي بتقوله كاترينا، ان لو تعرف ان الحمار هو الحيوان الوحيد على ارض مصر اللي استمر من ايام الفراعنه، من ايام الفلاح الفصيح اللي راح بيه يخاطب الملك لغايه النهارده في نفس وضعه وفي نفس حاله. لا راح حديقه حيوان ولا تم اقتنائه في بيت مثلا وتركب له فيونكه، هو نفس الغلب اللي هو فيه. وده قريب قوي من الانسان المصري، يعني نفس الهم نفس الغلب، الانسان النورمال الطبيعي اللي هو يعني جوه عائلاتنا يعني. تمام. خلينا نخرج برضو من بس المعرض ونتكلم عن بقى كرفان السنه دي بشكل عام كفرقه الفنون. هو بيحتوي ايضا على او بيشمل نشاطات كمان مختلفه، منها الندوات اللي هتقام مع ضيوف مهمين جدا. خلينا نتكلم اكتر ونشوف ايه الاهم الانشطه اللي موجوده كمان لاي حد حابب يحضر بالظبط. هو احنا عاده بنخلي يعني كل الفنون متصله زي ما حضرتك عارف، الادب والمزيكا والسينما. فدايما بنختار نجم سينما مع اديب. مع السنه دي واخدين استاذ علاء الاسواني هيتكلم عن روايته الجديده بتاع نادي السيارات. وعمرو واكد برضه هيتكلم عن، انت عارف ان عمرو يعني واحد من المشاركين في ثورة يناير بقوة شديدة، واحد من المجددين يعني في السينما المصرية. هيتكلم عن مجمل أعمال السنتين اللي فاتوا اللي هو اشترك فيهم، واللي معظمهم بيمس بشكل مباشر الثورة المصرية. يعني بنحاول ان احنا نلم كل الفنون، ما يبقاش الموضوع. هل في مثلا عروض فنية؟ هل في فرق هتلعب مثلا؟ هل في فعلا بعض العروض المزيكا؟ يعني احنا عندنا برنامج لغاية يوم 16. اللي عايز يعرف البرنامج يعمل ايه؟ بيخش على فيسبوك؟ هل في موقع؟ موجود طبعا على الفيسبوك. وفي موقع، يعني اي حد هيكتب كرفان فيستيفال او مهرجان كرفان هيلاقي كل الديتيلز عن الموضوع، حتى هيتفرج على المعرض كله لو هو ما عندوش وقت يروح. لان طبعا المعرض هيفضل في الكنيسه ال 45 حمار الصغير لمده 15 يوم. لكن الكبار هيتوزعوا على كل جاليريهات وفنادق مصر. عشان كمان يعني احنا مش هنقدر نقول للناس كلهم لازم تيجوا. فبالتالي كل الجاليريهات او معارض الفن التشكيلي في مصر، اي حد هيروح معرض من دول هيلاقي حمارين على الاقل موجودين في المعرض. الفكره دي كنا حتى شفناها على مستوى عالمي. I was just thinking about the idea that we saw before with the rhinos and with the elephants a couple of years ago around Europe and around London, and it was with some of the very important artists and even celebrities worked on their own elephants with Madonna and Bruno from U2 and so on. So I love how you adapted that, or how the exhibition adapted that to Egypt with the donkey. Yeah. Well, I think it's important that artists gather with a common intent. It makes it very, very powerful. And challenging, of course. It makes it powerful, and you can see the different wishes of different people. You see the different expressions and what peace means to them, and you know what they would like to express. So I think it's a wonderful project, and I think it would be great to have other animals each year. Definitely. New animal. Definitely. كنت بقول لها على فكره الحيوان الواحد اللي بيتعمل عليه كذا ديزاين او كذا تصميم، دي فكره شفناها على مستوى العالم اساسا من كذا سنه. شفناها في اوروبا، كانت في فكره لجمع تبرعات عشان الحفاظ على الافيال في كينيا وفي افريقيا، وكانت اللي بيرسموا عليها على مستوى العالم كانوا فنانين، وايضا كمان كانوا شخصيات
مشهوره زي مادونا وزي بونو من يوتو وغيرهم من الشخصيات الكبيره، وكانت بتعرض برضو في الجاليريز وعلى مستوى اوروبا. وهي قالت ان ظريف جدا ان يكون في تيمه موحده للفنانين يشتغلوا عليها، لان ده بيكون في تحدي، بيكون في طاقه او خروج لطاقه ابداعيه مهمه، وكمان بيشجع بعد كده ان يكون في هي بتشجع يعني يكون في فنانين حيوانات اكتر يتعمل عليهم ديزاينز او يتعمل عليهم تصاميم اكتر. The best thing about this exhibition, I think in anyone's opinion, is the fact that it combines or it gathers a group of foreigners, let's just say expats or foreigners living in Egypt, as well as young Egyptian talents and artists in a healthy atmosphere and a healthy conversation. How did you see this, since you've been participating in more than 1 year? How have you seen the development of this event? Well, it's been very positive from the beginning. Very, very positive. And there's a sense of excitement and pride from everybody to come in and to be able to participate. And no, it's very, very positive. And I would like to see this even expand on a more public level. I think it would be really wonderful to create art projects where it's interactive with people in Cairo or outside places. the small limitation Yeah. of the church, you mean? Yeah, not just small limit, but also outside of the artist, that the artist can facilitate a participation as well. But I think it's a wonderful thing, and every year there's been wonderful speeches, and people have come in and spoken about peace, about love, about our connection to each other, and how important it is for us to take care of each other. And I mean, the message is very clear, and we all know it in our hearts. But we just need to be reminded with every now and We then. need to be reminded, and through the art we can do this, because I believe the artists show the possibilities. We show the limitless possibilities in our imagination, and I believe everything is possible, and peace is most certainly possible. كنت بسالها على ان دي بما ان هي مشاركه مش لاول مره، دي ثالث مشاركه ليها، كنت بشوف او كنت بسالها عن ايه شايفه تطور المهرجان او تطور المعرض ده ماشي ازاي. فهي شايفه انه من اول دوره او من اول مشاركه ليها لحد النهارده هو الروح واحده، هي روح ايجابيه جدا، روح فيها كثير من المشاركه وكثير من السلام. وفكره الشخصيات اللي بتيجي بتتكلم كل سنه عن السلام، عن المحبه، عن معاني هي بتقول ان احنا المفروض نكون كلنا عارفينها، وخصوصا الفنانين المفروض يكونوا عارفينها، ولكن مهم ان احنا نفتكرها، يعني نفتكرها كل شويه كده او حد يفكرنا بيها، علشان خاطر دور الفنانين بعد كده اللي هم بيحضروا هذا الايفنت، او حتى كمان كل المشاركين فيه بشكل عام، ان هم بيطلعوا يوصلوا ده. وبتامل نفسها ان المهرجان يخرج من الاطار مش هقول الضيق بس المحدود ليه في وصوله للجماهير. ودي اعتقد دي مشكله بتواجه الثقافه في مصر بشكل عام او الاحداث الثقافيه بشكل عام. دكتور رضا يمكن تكون انت معانا في القصه دي. الحقيقه ان الدور المتنامي المحدوديه في الاحداث الثقافيه. هو في دور، يعني لو يعني احنا مستر بول اللي هو راعي الكنيسه، كنيسه سان جورج، كان ليه دور في ان المهرجان يبدا ينمو خلال ال5 سنين فيوصل اكتر للشارع. احنا بس بدون مقاطعه عايزين نشوف، ممكن نبتدي نشوف الصور برضو الاعمال واحنا بنتكلم، عشان نشوف اكبر عدد من الاعمال لساده المشاهدين واحنا بنتكلم. برضو تيمه الحمار هي التيمه المسيطره، وكل واحد عمل بقى الحمار بمزاجه. اتفضل. هو طبعا الجانب الخيري هو اللي بيهمه هو اكتر، ان هو حصيله البيع بتاع الاعمال الفنيه اللي بتتم في المهرجان بيطلع منها 20% للاطفال الشوارع والاسر الفقيره اللي بيتم رعايتهم عن طريق الجمعيه يعني او كنيسه سان جورج. بيزور مناطق محرومه كتير جدا ويقدم فيها خدمات يعني هو ليه بعد خيري كمان بالزبط. وبعد اجتماعي حتى في بس انت متفق معاها ان هي في مشكله او في مش بس في مهرجان كارفان بس بشكل عام في الاحداث الثقافيه في مصر اللي هي المفروض تكون بتوصل لاكبر محتاجه تبقى انتر اكتف شويه مع الناس. يعني ايه بقى ازاي يعني انا مثلا في ثوره يناير انا ما اكتفيتش ان انا بعد الثوره ما خلصت اروح اعمل معرض، لا ده انا في قلب الثوره نزلت بلوحه ودعيت الناس ان هم يجوا يكتبوا عليها حاجات في ميدان التحرير. حلو. ودي كانت من الحاجات انتر اكتف، يعني الناس لازم يحسوا بالعمل الفني وما يخافوش منه. زي ما حصل في اعمال الجرافيتي كده اللي اتعملت على محمد محمود، هتلاقي صور الناس، يعني الناس نزلت تصور معاها وبتاع. اللي ممكن يحصل المره الجايه ان احنا نعمل حاجه برضو ليها علاقه بالناس والناس تشارك فيها، تيجي تقدم لنا مساعده، لان الناس في مصر يعني 90% من الناس فنانين، يعني ممكن تلاقي يطلع لك موهوبين من تحت الارض. صحيح. لو حصل حاجه في الشارع بس مع زياده الامان بقى شويه يعني. هل في بما ان هو قافله للفنون and I will ask you about that القافله يعني هي المفروض تتحرك، caravan should move
So I was wondering إذا كان هل ممكن المهرجان ده ينتقل لأماكن أخرى بما إن هو قافلة تكون هو ده اللي قافلة هيحصل تتحرك؟ السنه دي برضو، بس ان مجموعه 25 من افضل النماذج اللي طلعت هتطلع جنيف الاول، هتتعرض في سويسرا، وبعدين بعد كده هتروح لندن، وهناك هيتقام ليها مزاد برضو حصيله البيع هيروح جزء كبير منها لاعمال الخير واطفال الشوارع في مصر. Great. I was asking about the whole mobility of the festival. It's a caravan. It should move. It is. So I heard it's going to Geneva moving. for starters. That's really cool. It's moving. So now, as a cultural life in Egypt, and as you've been living and back and forth between Egypt and Norway, this is a very personal question. You could answer or you could refrain if you'd like. I would love to know, do you think that the cultural life and the life of and the exchange between what's not just say we're not going to say foreign, but let's just say anything that's not Egyptian and the Egyptian culture, has it been affected for the last couple of years, or do you see it even being more challenged, and that means a healthier cultural life? How do you see this going? I think that this revolution is incredibly cathartic to an explosive creativity here. I mean, there is just incredible art being produced, and there's this kind of explosion. I don't know if you agree with me, but this explosion of creativity. And through everything, there's openings all the time. There's gallery openings. There's things happening all the time. People creating happenings and music, and there's an explosion of music as So well. it hasn't been affected by any, let's just say, any direction or any prohibiting acts from certain sects. If anything, it's doing what art should be doing, and that is expressing our souls, our wishes, our prayers. And I feel that it's really exciting. I mean, it's exciting even to go on the street and see what's been put on the streets as well. Great, So great. no, And so then- and I think there's a tremendous amount of talent here, and it's time that the doors open within Egypt as well to embrace all the young people. And Is it being appreciated? The talent is there, but is there appreciation? I think there's appreciation. I think there is definitely appreciation. I mean, people go to the exhibitions, and you know, when I go to exhibitions, I always see people going. You know, so the thing is, it would be even nicer to have more accessibility. You know, that all different kinds of people can come. Okay, because I need to